تحياتي لكم، مرحبا بكم في هذه القناه. لايكات ديالكم والبارطاج والسيبورت ديالكم، بارطاج الخوت باش نتكلموا ونبينوا شي امور على الجماهير الجزائريه والاعلام الجزائري. الاعلام الجزائري اللي منوض هذه الايام قرباله الخوت، قرباله منوض الاعلام الجزائري على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي شفتوا كيفاش شحال من المباراة اللي ربحها الخوت، ولكن المباراة الأخيرة اللي كاين شي وحدين اللي طعنوا، شي وحدين اللي تفقصوا، شي وحدين اللي بغاونا نخسروا، ولكن الحمد لله اللي المنتخب المغربي اللي ربح كندا ب3-0 الخوت. وكاين شي وحدين اللي ما حملوناش، وكاين شي وحدين اللي ولاو تيسبونا وتيعايرونا في الديار الفرنسية. كاين شي وحدين اللي مرضوا بينا، شي وحدين مرضوا بينا. دابا الاعلام ديالهم كامل تيتكلم على المنتخب المغربي. علاش يتكلم على المنتخب المغربي؟ المنتخب المغربي اللي هيواجه المنتخب الفرنسي، ولكن شكون اللي هيشجعوه؟ هما قال لك هيشجعوا المنتخب الفرنسي، ولكن واخا هما عارفين الفرنسيين او المنتخب الفرنسي المغرب هيربحوا ان شاء الله ب3-0 او 2-0، ولكن هما تيشجعوا المنتخب الفرنسي. شفنا بعض الاعلاميين واخا هما ماشي اعلاميين اللي تيتكلموا وتيقولوا شي حاجه على المغرب، اي حاجه تيوحلوها في القجع. القجع هو اللي ربح المغرب امام كندا. هما تيقولوا هاد الهضره هادي، تيقول لك القجع هو تيدير لهم كلشي. ولكن بغينا نعرفوا حنا واحد الحاجه، ها الصراحه، نتوما اي انجاز اي حاجه دارها المغرب القجع هو السبب. القجع هو الشباب، هو اللي والمنتخب ديالو تيخدم المنتخب ديالو باش تيخدم بهذاك الشيء الرائع. اي حاجه عندنا موجوده، تيوجد لهم اي حاجه اللعابه. ولكن نتوما علاش تتخرجوا وتتنبحوا بزاف؟ تتنبحوا بزاف حيت حنا ضارينكم بزاف. انا ما كنتش نتكلم على بحال هادشي، ولكن ملي شفت فيديوهات بزاف وليت تنهضر وتنتكلم، تنقول هاد الناس هادو واخا حنا تنتكلموا عليهم زوين وما تنبغيوش، بحال من جاو الكاس افريقيا عندنا رحبنا بهم ودخلناهم لديورنا، وكاين عائلات اللي وجدوا لهم الحليب والتمر واتاي والحلوى، ولكن ما تيقرش فيهم الخير. من جاو عندنا المغرب تيقول لك خاوه ما كاين عداوه. ولكن هذه غير تتسمى الطاقيه او الطاقيه. زعما تنخبي هذاك الشيء اللي في قلبي وتنبين لك غير الظاهر ديالي، راه تنبين لك الظاهر، انت راه زوين معايا خاوه، ولكن الباطن ديالي اللي ما تنحملكش، الباطن ديالي اللي غنحكمك، غندير لك شي حوايج اللي خايبه. راه هما هاد النوع هذا الخوت، هما هاد النوع، هما ما تيحملوش دابا شي وحدين تيشجعونا بحال العراقيين، بحال التوانسه، بحال الليبيين، بحال بزاف الدول، السعوديين، الاماراتيين، الكويت، قطر، كلشي تيشجع المنتخب المغربي. ولكن هما تيشوفوا بحال هكا تيتفقسوا وتيقول لك علاش هما يشجعوهم، علاش هما خرجوا هذيك النهار بقاو تيسبوا في المغاربه وبغاو يقطعوا العالم المغربي. علاش؟ حيت طعنوا، حيت المغرب من ربح ب3 ضد كندا ربح، تفاجئوا هما قالوا ويلي كيفاش المغرب تتربح وتدوز للدور. وقيلا هي هدي كاس العالم، هي ان شاء الله هدي كاس العالم. المنتخب المغربي هو اللي هيدي كاس العالم. علاش نتوما مطعونين؟ بغينا نعرفوا علاش نتوما مطعونين، علاش تطعنوا، علاش تتفقصوا. كونوا خاوه. علاش نتوما تقولوا حنا خاوه ما كاين عداوه، نبقاو خاوه؟ علاش نتوما ديما تتسبونا وتعايرونا وتتبغيو لينا الخساره؟ علاش؟ زعما احنا خسرنا شنو يوقع عليكم؟ غتفرحوا غتقولوا الله على راحه الله، والله الا ارتاحينا. غترتاحوا واخا يخسروا، راه يديو العاقه صحيحه، واخا يخسروا يديو الاموال اللي صحيحه. وانت شنو ديتي؟ الحمد لله يديو الفلوس. انت زعما غيخسر والمغرب زعما راه ترتاح. والله الا الخوت ولا هذا الشيء ولا تيضحكني انا تنشوف بحال هكا، تنشوف شي وحدين، تنشوف عيالات كبار خارجين في الجزائر وتيسبوا المغرب.
عيالات كبار تيسبوا المغرب. علاش هذا الحقد هذا؟ وعلاش هذا الكره؟ وعلاش هذا الحسد هذا؟ علاش الحسد؟ ولكن ان شاء الله المنتخب المغربي اللي هيربح فرنسا ب3-0 او 2-0، وكل شيء يتكلم وكل شيء يدير هاشتاغ ما ندخلوش في الكره في السياسه بعيده على الكره، السياسه ما ندخلوهاش في الكره. وشفنا الرئيس الامريكي اللي اتكلم مع الفيفا قال ليه والفيفا شي اللاعب ديالي هذيك الاربيط اللي عطاه الحمراء خاصو يحيد الحمراء باش يدخل اللاعب ويلعب. وفعلا حيد الحمراء هذاك اللاعب، قال لي سمعا انا مطيع اللي قلتيها ننفذها. وترامب قال لك الكاس يبقى في امريكا. شنو تقولوا في هذه القضيه هذه؟ ترامب قال لك الكاس يبقى في امريكا ما يتحيدش، واخا ما عرفت شنو يوقع. حنا اللي غنديو الكاس العالم تنظم في البلاد، يبقى في البلاد ما يخرجش من امريكا. يلا شنو تقولوا؟ القضيه صعيبه شويه، قضيه صعيبه. وشفنا المنتخب السنغالي اللي مازال واحد على الخوت تماك، مازال ما لقاش الطائره باش يرجع، ما رباوهمش. هذه هي التربيه، هذا هو الاستقبال الزوين، هذا هو الاستقبال الزوين. ماشي بحال المغرب اللي استقبلهم بواحد الفرحه ما عمرهم ما كانوا تيتمناوها. بنادم جاي بالطياره رائعه وجاي الفندق زويون ومعرضين ليه بالدقه المراكشيه والدقايقيه والحليب والتمر والحلاوي المخيرين والماكل الزوينين والكيران مبرعين. وفي الاخير تيهضروا تيقول لك التنظيم اللي نظموا المغرب في كاس افريقيا عيان خايب. ولكن شافوا دابا التنظيم الزوين اللي كاين في امريكا، اللي تيدخلوا تكون منتخب ولا سميتو تيقلبوك واش مدخل شي حاجه، مدخل الحشيش، مدخل السحور، واش مدخل اي حاجه. شو هذا داروا ليهم المنتخبات اللي جاو عاوتاني واحد اللي قال لك كاين ناموس، البطيل فيه الناموس. شفتوا شنو داروا لهم تماك الامن الامريكي اللي شدوا الاخ ديال حسام او حسن، واحد فيهم تشدوه اللي قال لي شفت دير تماك. وشفتوا نتوما القضيه اللي كان بغا يدابز معاه، كان شويه يجبد الميروط ويدير ليه الميروط وهيديه. شفتوا نتوما كيفاش المغرب دار لكم؟ المغرب اللي فرح بكم، المغرب اللي فرح بالافارقه. ولكن بحال هاد الناس هادو ما خاصناش نفرحوا بهم، بحال هاد الناس هادو خاصنا نعاملوهم عاديين. جيتوا لعبوا سيروا الله يعاوننا يعاونكم. يا الله حيد عليا من الطريق. ولكن الانسان اللي تتكبر به والانسان اللي تتعاملوا زوين، الانسان اللي تعطيه واحد الحريه وفي بلادك، بنادم تيتصر. من شفنا حنايا السنغال اللي كانوا تيتفوهوا نعماسي تيمشيو للجامع وتيمشيو يتساراو واي حاجه موجوده، اي حاجه موجوده. وهذاك هو المدرب ديالهم اللي خدا الدبلوم او الشهاده ديال مدرب. منين خداها؟ راه خداها من المغرب، راه خداها من المغرب الخوت. ولكن قال لك الانسان الغدار تيبقى غدار، والانسان اللي تينسى الخير ما عمرك ما تثق فيه. بحال دابا هذاك والمدرب دابا يرجع للمغرب، دابا يبغي يقول على المغرب شي حاجه باش يبغي يتصالح مع المغاربه ويتصالح مع، ولكن هيهات بحال هذوك الناس ما فيهمش الثقه. وحتى اللي قال لك البطيل فيه الناموس بزاف والصاهد وهذا البطيل عيان وهذا كانوا عايشين في احسن بطيل اللي ما شاء الله وبارك الرحمن نجوم 5 وفايتين نجوم 5. ولكن دابا مشاو الحراره، مشاو للضص، مشاو ريح مبغيش تريح سير بحالك. اللي هضر شي هضره خايبه نربيوه. راه هادشي اللي وقع في امريكا. وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم. وان شاء الله المنتخب المغربي اللي هيربح ان شاء الله، والله يدير الشتاوي ديال الخير. ما كاين لا فتنه لا حتى حاجه الخوت. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم.